يا هلا والله، صباح الخير، مساء الفل على كل المستمعين في كل مكان. حبيت النهاردة أتكلم معاكم حلقة خفيفة لطيفة كده بتعبر عن شيء أغلبنا بيقع فيه من غير ما يحس. لما يكون في المشكلة أو في وقت الخطأ أو في وقت الزعل أو في الموقف نفسه، بيبقى دايما شايف الأمور أكبر بكتير من حجمها، خصوصا إذا كان شخص عاطفي، إذا كان شخص عنده overthinking، إذا كان شخص عنده عقدة البرفكشن، إن هو الواحد دايما بيبحث عن المثالية في الأفعال والأقوال وكل حاجة ويقف لنفسه على الواحدة. فلما يدي بس نفسه شوية وقت كده يهدى وياخد مساحة إنه يفكر بعقلانية أكتر، قد تكون المساحة دي إنه مثلا يسمح لنفسه يتشغل في أي حاجة تانية، أو المساحة دي إنه ينام نوم عميق، وبعدين لما يصحى هيكتشف إنه فعلا كان مكبر الموضوع. لا، كان مكبر الموضوع ما كانش مستاهل إنه يشوفه بالطريقة دي. وده يفسر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيها كتير قوي، قالك لا تغضب، وقالك إنه لما تكون في حالة انفعال ما ينفعش تاخد قرار. لو قاعد قوم، ولو واقف اقعد، او روح اتوضى، او غير الهيئة اللي انت بتعملها دلوقتي. ده ليه؟ عشان التغيير ده بيدي مساحة للعقل انه ما ياخدش قرار متسرع بناء على انفعال، والانفعال ده ممكن يكون مؤقت، هو مش ممكن، هو اكيد مؤقت. الانفعال العاطفي او المشاعري الغير منطقي بيؤدي الى قرارات متسرعة ومشاكل في حاجات كتيرة في حياتنا، فبتخلينا نندم، خلينا نحس انه الامور ما كانتش بالسوء اللي احنا كنا شايفينه في البداية. فعشان كده دي دعوة مني لنفسي ولأي حد تاني بيمر بنفس الحاجات دي في أوقات كتيرة في حياته، إنه يحاول يفهم نفسه من الناحية دي، ويحاول يدي نفسه المساحة إنه ياخد الوقت الكافي اللي يخليه فعلا يهدى. بلاش قرارات متسرعة وقت الغضب، وقت الفرحة الشديدة، أي انفعال أيا كان هو إيه، وقت الخوف، وقت الحزن. بلاش انفعال زيادة مع قرار. انفعل زي ما انت عايز، وحاول انك انت تهدى بالطرق اللي تنفع معاك، بس كون حريص انك ما تاخدش اي قرار في الوقت ده، لا بالحلو ولا بالوحش، لان لو بالحلو هتلاقي نفسك لبست في حاجة انت اصلا مش مستعد لها، فجأة وعدت وعود مش منطقية ومش هتقدر عليها. ولو وحش هتلاقي نفسك برضو اتسرعت وحكمت على الناس، او اخدت قرار دبست نفسك فيه برضو بشكل وحش صعب انك تتراجع عنه. فبالتالي الافضل انك انت ما تاخدش قرارات في الوقت ده. بس كده، دي كانت رسالة النهاردة، كانت خفيفة لطيفة. فلو حبيتوها دوسوا لايك، اشتركوا بالقناة، وقولوا لي رأيكم في الكومنتس. واشكركم جدا على حسن الاستماع. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. الى اللقاء ودمتم سالمين.